ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير. ان شاء الله النهارده حلقه جديده من حلقاتنا في انا والمشاعر. حلقتي النهارده ملهمه قوي وتهم ستات كتير، بتبين قد ايه اهميه التفكير الايجابي، وان مهما كانت الحكايه صعبه والصوره مظلمه لازم ادور على نقط النور اللي فيها عشان امشي وراها، وقد ايه اهميه تقدير وحب الذات. تعالوا كده نسمع تفاصيل الحكايه. بطلة حكايتي النهارده اول كلامها بتقولي: انا جوزي بيتهمني ان انا ما بقتش بحبه وما بقتش مهتميه بيه زي الاول، وده كله ليه؟ اني بطلت اني اغيب عليه وسبته يعمل الا على راحته، بالبلدي كده رفعت ايدي عنه. قلت لها: لا، سمعينا بقى تفاصيل الحكايه. تقول لي: انا متجوزه بقالي فتره طويله. تقول لي: انا متجوزه عن قصه حب، كنت بحب جوزي بجنون، هو اهم حاجه عندي، كنت بغير عليه جدا. مشكلتي معاه ان هو عنده عيب صغير كده ولكنه قاتل. ايه العيب اللي فيه؟ ان هو عينه زايغه وبتاع ستات. لكن بعيدا عن العيب دوت، هو حنين وكريم معايا ومع اولادي. ما اكدبش عليكي، العيب دوت كان بيقتلني كل يوم بالبطيء. حاولت معاه كتير وعافرت معاه كتير. انت مفتقد ايه؟ ايه اللي ناقصني؟ طب انت بتدور على ايه بره؟ طب اصلح نفسي في ايه؟ طب اعمل ايه؟ كلام كتير كتير كتير، مره باللين ومره بالحب ومره بالعياط ومره بالزعيق ومره بالخناق، ومفيش فايده. بدأ يجيلي إحباط، بدأ الحزن يتملك مني، بدأ وزني يزيد، بدأت أهمل في نفسي، بعدت عن أصحابي، بقيت مهملة مع أولادي، خلاص حاسة إن حياتي فعلا وقفت وثقتي في نفسي بقت زيرو. لغاية ما واحدة صاحبتي قالت لي كلمة، على الرغم إني سمعتها كتير قبل كده في المسلسلات والبرامج، إلا إني حسيت كأني أول مرة أسمعها. إيه هي الكلمة دي؟ قالت لي: أنت مشكلتك إن أنت محتاجة تحبي نفسك شوية. أول مرة أفكر في الكلمة ديت، وأول مرة أفهم يعني إيه معناها. ولما ركزت مع نفسي لقيت إن أنا فعلا حياتي بتدور حواليه هو بس. أنا مش شايفة أي حاجة في دنيتي غير جوزي. استعنت بالله وبدأت واحدة بواحدة كده أهتم بنفسي تاني، أرجع لرياضتي، أرجع أخرج مع أصحابي وقت ما الظروف تسمح. بدأت إن أنا أهتم تاني بأولادي، وخدت قرار إن أنا مهما سمعت عنه من حوارات، أنا ولا كأني أعرف حاجة، ولا هعاتب ولا هلوم ولا هقوله أنت بتعمل إيه. بقيت سايباه براحته خالص، ولكن حقوقه وطلباته كلها مجابة. طبعا هو في الاول كان فرحان جدا وسعيد جدا، اخيرا اتخلص من الزن والضغط اللي انا كنت بحطه عليه. ولكن بعد فتره بدا يتضايق، بدا يقول: هو انت بقيتيش تحبيني؟ هو انت مبقاش يفرق معاكي؟ هو انت وكلام كتير عشان يستفزني وعشان يرجعني تاني لنقطه الصفر. وانا كان كل رد عليه: ان انت راجل كبير كفايه ان انت تعرف الحلال من الحرام والصح من الغلط. بعد معافرة كتير منه ومحاولات كتير ان هو يستفزني، استسلم، لانه عارف ان انا خلاص مش هيلاقي مني اي رد فعل. وسبحان الله، بدأ دلوقتي هو اللي يحاول يرجع علاقته معايا، بدأ دلوقتي يهتم بيا، بدأ دلوقتي يحاول ينقذ علاقتنا. وانا الحمد لله مبسوطة جدا وفرحانة جدا، مبسوطة من نفسي وفرحانة من نفسي ان انا حاسة ان انا اتطورت، حاسة ان انا بدأت اتنفس. انا كنت فعلا قبل كده عايشة ميتة. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.